بعد 30 سنه و8 اجزاء في اخر نص ساعه يظهر الراجل المحترم ده يقول كلمه كلنا كنا عايزين نقولها لتوم كروز بقالنا سنين. And you must be out of your mind. ازيكم يا جماعه، انا بيير والنهارده هنتكلم عن الفيلم بطولة توم كروز وسايمون بيج وهيلي اتول وشوية نجوم تقريبا كان نفسهم يظهروا في السلسلة، وكالعادة كتابة واخراج كريستوفر ماكواير. لسه ايثان هانت بيحاول ان هو يقضي على الانتيتي قبل ما بقيه الحكومات تستخدمه في التسليح وتحاول ان هي تسيطر على العالم، لكن في تحديات تانية بتظهر وفي احساس بالذنب بيغطي على المهمة. فهل هينجح ايثان هانت زي كل مره ولا المره دي هتبقى نهايه حظ ايثان وفريقه؟ من الحاجات اللي بحبها في تجربه ان انا اتفرج على فيلم في السينما هي اليوفوريا اللي بحسها بعد الفيلم. بعد ما تخلص الفيلم اقول ده اعظم فيلم في تاريخ السينما، وبعد يومين ثلاثه بحس ان العيوب ابتدت تظهر لوحدها. فعشان كده انا قررت ابدا بالعيوب في الفيلم. اول حاجه، ده فيلم 3 ساعات، يعني اطول فيلم في السلسله كلها. ومش بس كده، احنا تقريبا عاملين اول ساعه عباره عن فلاش باك للافلام اللي فاتت كلها، عشان اللي ما كانش فاكر او اللي ما شافش السلسله خليك معانا وركز في اللي بيحصل. وللاسف ده كان معاه مونتاج وحش قوي، والكاتس اللي بين المشاهد حاده قوي مش مريحه للعين. عندنا برضو خطوط فرعيه مش مفهومه ولا مبرره. انا فاهم ان احنا عايزين نلمع صوره امريكا وحس الوطنيه، وفاهم برضو ان ده فيلم بيتكلم عن مخابرات امريكيه، بس على الاقل مهد له او خلي اللي بيتفرج يهتم او حتى يفهم احنا بنتكلم عن ايه. في اخر جزئين في السلسله احنا عندنا الفيلن اللي هو الانتيتي والمندوب بتاعه اللي هو جابرييل. في الجزء اللي فات جابرييل كان مصدر تهديد قوي جدا لايثان والفريق كله، وكان سبب في ان إلسا تموت. بالرغم من ده فهو يعتبر من اقل الفيلنز اللي في السلسله، وانا كنت مستني اشوف منه حاجه بقى في الجزء، لكن بقى المره دي هو قرر يتفوق على نفسه ويبقى قراراته اعبط واقل تهديد على ايثان بكتير، وما تطلعش من فيلن في اخر جزء من واحده من اقوى سلاسل الاكشن في التاريخ. الموضوع كان كرتوني وهزلي في اوقات كتير، وبالذات قرب نهايه الفيلم. في عيب كمان كنت عايز اذكره، بس ده هيبقى صعب ان انا حتى المح له من غير ما احرق، فده هيكون في فقره الحرق. طب هل الفيلم سيء زي ما الناس بتقول؟ لو جربت تشوفه كفيلم منفصل وتحلل العيوب اللي فيه، فاظن العيوب اللي انا قلتها وممكن عيوب تانية اكون نسيت اقولها ممكن تقلل منه، لكن لو خدته كحدث سينمائي ونهايه لسلسله عظيمه زي ميشن امبوسيبل فانا اؤكد لك انك هتنبسط. توم كروز او مستر سينما بيعمل حاجات مجنونه محدش يقدر يتصور انه يعملها، وانا بستغرب ان في شركات تامين ممكن تامن على الهبل اللي هو بيعمله. تسلسلات طويله ومعقده وفعلا بتحبس الانفاس بالمعنى الحرفي. انا بحس ان انا كنت انا والناس اللي في السينما احنا نسينا ناخد نفسنا في المشاهد الخطره اللي هو بيعملها. تسلسل في الميه، تسلسل في الجو، بين تسلسلين الميه والجو اللي كان متصور في الميه كان ممتع اكتر بصريا، ويعتبر كمان هو الاجدد بالنسبه للسلسله، لان تسلسل الجو ده احنا شفناه ما بين طيارتين قبل كده في فول اوت، واظن بتاع فول اوت كان احلى. ومن الحاجات اللي بتميز السلسله دي عن اي سلسله اكشن تانية، وبالذات اخر كام جزء، فكره ان احنا عندنا في واحد هيعمل حاجه مستحيله بس نجاحه متوقف على نجاح الفريق التاني اللي معاه، ودي حاجه بتزود من الاثاره اللي في الفيلم وبتخليك مترقب ايه اللي هيحصل، لان اكيد في حد من دول هيفشل. ودي حاجه حصلت في الفيلم كذا مره بس بدرجات متفاوته شويه. اخر ساعه ونص في الفيلم هم يعتبر سبب حبي للسينما وبالذات الافلام الاكشن. المخاطرات المجنونه اللي بيعملوها المره دي لمجرد ان احنا نعلي على اللي حصل في الاجزاء اللي فاتت اللي كان يعتبر برضه جنون، وحتى لو في خطر على الممثلين وبالذات ابن المجنونه ده. We don't take risks, you know, obviously. التوتر اللي بيحصل بسبب تصرفات غير منطقيه، والمشاكل اللي بتترتب على التصرفات دي، وفي نفس الوقت طريقه حلها، واوقات تانية الفشل في حلها. كل دي حاجات بتخليني احب افلام ميشن امبوسيبل والعالم بتاعه. التصرفات اللي بتحصل اللي هي ما فيهاش اي منطق، بس في اوقات تانية تلاقيها بتحل مشاكل ما كانش المفروض انها تتحل اصلا. من الحاجات اللي مستغرب ان محدش بيشكر فيها هو استخدام الاجزاء القديمه في القصه دي. شخصيات قديمه ليها اهميه كبيره قوي، ودخولها مش مقحم ومبرر جدا ومهم قوي في التحولات بتاعه القصه. وحاجات تانية من اجزاء تانية هتكلم عليها بس في فقره الحرق اللي بنتكلم عليها براحتي. في الاخر الفيلم مش بالسوء اللي انا تصورته من تقييمات الناس، انا حسيت ان كانت في قسوه مبالغه شويه، وده انا فاهمه لان احنا في اخر جزء والسلسله دي رفعت الستاندرد بتاعت الافلام الاكشن عموما. فبالرغم من المميزات اللي انا قلتها والعيوب اللي انا قلتها ولسه هزود عليها شويه كمان في فقره الحرق، هو مش اسوأ فيلم في السلسله، بس هو ممكن يكون تاني اسوأ فيلم في السلسله. الفرق بين الاخير والجزء ده كبير قوي، ولو زي كده عديت اول ساعه من غير ما تزهق وما ركزتش قوي مع فكره المط اللي كان في الاول، فاؤكد لك انك داخل على تقريبا ساعتين من الشقلباظات وريتم سريع جدا انت مش هتلحق تاخد نفسك فيه. الفيلم ممكن يكون مش احسن نهايه للسلسله، لكنه كان فيلم ممتع بس مش على قد التوقعات. وكده ندخل بقى على فقره الحرق. لو ما شفتش الفيلم ما تكملش بعد الجزء ده، احنا هنحرق دلوقتي براحتنا. شخصيه جابرييل اللي انا مش بطيقها من الجزء اللي فات ولا بطيقها الجزء ده، ما ينفعش ان هي تموت بالطريقه المتخلفه دي. يعني الراجل ده كان طلع على القطر وقعد يحارب ايثان وحسنا بشويه تهديد منه، وفي الجزء اللي فات برضه هو السبب في موت إلسا فاوست. فالراجل ده ليه خطر، ليه تهديد معين. ازاي لما يجي يموت يبقى هما الاثنين على الطياره ويقول له ايه ده يا ايثان انا معايا باراشوت انا هنط انا دلوقتي باي باي بقى يا معلم وروح انت في داهيه، واول ما ينط يلاقي جزء من الطياره دخل في دماغه اتفرقت نصين.
حاجه هزليه جدا. نتكلم بقى على استخدام الجزء الثالث في القصه، واللي هو يعتبر بالنسبه لي ممكن يكون احسن فيلم او تاني احسن فيلم في السلسله، واستخدام ذا رابت فود. ده حاجه انا كنت طول الجزء الثالث فاكرها سلاح كيميائي، مع ان هم ما قالوش كده ولا مره. وفي الاخر بنكتشف ان ايثان عشان خد القرار ان يحمي بيه مراته، هو تسبب تقريبا يعني احتمال هلاك العالم كله. ايثان هانت كان كل مره بيدخل بان هو عايز ينقذ العالم من خطر ممكن يكون هو السبب. يمكن دي حاجه اتعملت اول مره في فول اوت، واستخدموها المره دي بطريقه شيك شويه، ان نهايه العالم ايثان هانت هو سبب مباشر فيها، في ان هو خد قرار ما كانش يعرف تبعاته. في فول اوت كان خد القرار ان هو ينقذ اصحابه بس مش مهم البلوتونيوم، لكن بيكتشف ان في قرار خده من 20 سنه عشان ينقذ مراته وممكن يكون سبب في هلاك العالم كله. فده زود حمل عاطفي على ايثان اكتر من الطبيعي، وده كان استغلال ذكي للجزء الثاني. قتل لوثر كان منطقي وكان قرار ذكي جدا، بالذات ان هو شخصيه معانا من اول جزء، فكانت محتاجه سند اوف محترم، وده خدم في نهايه الفيلم بالرساله اللي هو سابها لايثان هانت في الاخر. لكن انا عندي مشكله وهحاول اطلع بره بس عشان اقربها شويه. مسلسلات السيت كوم فيها مشكله انا بشوفها ومن زمان هي بتنرفزني، واكتر مسلسل بينرفزني في الموضوع ده هو فريندز. فريندز انا من اكتر المسلسلات اللي بحبها، لكن عندي مشكله لما بيبقى في لحظه فيها حزن احنا ما بنديش وقت للي بيتفرج انه يتاثر. احنا بسرعه عايزين نروح على الجزء الكوميدي عشان احنا مسلسل كوميدي. دي حاجه حصلت في اخر جزئين ومش متفهمها. يعني انت عندك شخصيه زي إلسا فاوست اللي هي حبيبه ايثان، ماتت وهو شافها ماتت ومفيش اي تاثير عليه ولا اي تعبير خالص عن الحزن حصل في الجزء كله. وفي الجزء ده نفس الموضوع مع لوثر. لوثر لما مات ايثان طلع يجري، اتقبض عليه، مسك المفتاح وبس كده، ما تاثرش. طب هل ده اللي احنا متعودين عليه في السلسله؟ لا، لان ايثان هانت في الجزء الثالث لما افتكر ان مراته ماتت اتاثر وعيط. عندك توم كروز ده ممثل فشيخ، عمل ماجنوليا، عمل ايز وايت شات، عمل كولاترال، عمل جيري ماجواير. I need you to trust me. One last time. يقدر يعبر عن الحزن اللي جواه ويخلي ده ينعكس على الناس اللي بتتفرج. ده ما حصلش في اخر جزئين اللي مات فيهم 2 من اقرب الناس لايثان هانت. فدي حاجه انا مش فاهمها. اديله وقت يحس بالحزن ويبين ده قدامنا، ان خلينا نتعاطف شويه مع ايثان هانت ونرتبط بيه اكتر من كده شويه. اخر حاجه بقى عايز اتكلم عليها في جزء الحرق، ودي اكتر حاجه ضايقتني في الفيلم، ودي اجبن حاجه هم عملوها، ان ايثان هانت فضل عايش. احنا من تاني جزء في اول لقطه في الفيلم ايثان هانت بياخد اجازه، وهو دي حاجه مش مسموح له ان هو ياخدها. لما تاخد اجازه لازم تقول لي، لان في الغالب العالم بيتشقلب وانت رايح اجازه. او لما اتجوز مراته وراحوا الهاني مون مع بعض برضه الدنيا اتشقلبت واضطر ان هو يسيبها. وبنشوف في فول اوت ان هو اصلا مراته دي طلقها واتجوزت غيره لمجرد ان هما الاثنين ما ينفعش يفضلوا مع بعض، لان وجودهم مع بعض معناه ان ايثان مش بيراقب اللي بيحصل في العالم، وفي الغالب هتحصل مشكله. ما ينفعش ايثان هانت يفضل عايش من غير ما تعمل اجزاء ثانيه من فيلم ميشن امبوسيبل. وما اظنش ان توم كروز يعني يقدر يعملها، الراجل كبر. اظن يعني مش هيقدر يعمل كده. وبس كده، ده اللي عندي على ميشن امبوسيبل فاينل ريكورنج. لو شفتوا الفيلم قولوا لي رايكم في الكومنتات. لو الحلقه عجبتكم ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب عشان لسه هنتكلم في افلام اكتر. نتقابل بعدين، سلام.